بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الورد لو بتشوفوني الصبح، ومساء الفل لو بتشوفوني بالليل يا احلى واغلى متابعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ انا ام احمد ودي قناتي، وجايه لكم النهارده كده بوصفه جديده حلوه قوي، اول مره اعملها معاكم على القناه. بس يا ريت كده تحطوا بقى لايكات كتير كتير، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا بسرعه بسرعه كده، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديوهات جديده بنزلها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه وخطواتنا ايه ومقاديرنا ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا بوله ناشفه، هنزل فيها كده بثلاث حبات من البيض بدرجه حراره المطبخ. هنزل عليهم كده بكوبايه الا شويه صغيرين من السكر والحبيبات بتاعنا. تمام. وكمان هننزل طبعا بالفانيليا وبالهاند بلندر كده، او ممكن تستخدمي الخلاط، ونضرب كده المكونات دي مع بعضها حلو قوي. هنضرب السكر والبيض كويس قوي. هنزل عليهم بقى كده بكوبايه الا ربع من الزيت على السمنه، وبرضه هنضرب الخليط بتاعنا ده كويس قوي. على فكرة ده هنعمل النهاردة مع بعض كيك، بس كيك أول مرة نعمله مع بعض. تمام، بس خليكم معايا كده عشان نعرف ايه التكاية بتاعتنا اللي هنحطها في الكيك بتاعنا النهاردة، وتقولوا لي رأيكم ايه. تمام. هننزل بقى كده بنص كوباية من الحليب، وكمان نص كوباية من عصير البرتقال، وهنضرب برضو المكونات دي كويس قوي. وصلتوا لغاية هنا؟ حط اللايك، انا شايفاكي شايفاكي لسه ما حطيتش اللايك. حط اللايك بسرعة كده عشان نكمل بقية الوصف. وهنا بقى المكون بتاعنا الجديد اللي اول مرة اشتغل بيه. دي ايه؟ دي بطاطا حلوة. تمام. قشرت بطاطاية كده حلوة وبشرتها كويس قوي، وحطيت عليها كده كوباية مية وسلقتها على النار. تمام. وبعد ما سلقتها واستوت صفيتها كويس من الميه، وخدت البطاطا زي ما انتم شايفين كده ونزلت بيها على ايه؟ على خليط الكيك بتاعنا اللي احنا بنعمله ده، وبالهاند بلندر بقى طبعا. ولو بتعملي في الخلاط حطيها واضربيها تاني. انا بضرب معاكم اهو زي ما انتم شايفين قوي، ضرب مبرح. ماشي. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا كده شويه بشويه. نزلت كده باول كوبايه من الدقيق، هضيف عليها طبعا الكيس البيكنج باودر بتاعنا، وهنضرب بقى الخليط ده بالمضرب العادي اليدوي بتاعنا، وما ننساش ذرة الملح اللي بتعادل معايا طعم الكيك. وهنقلب المكونات دي كلها، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده بالنسبة للكيك هقلب في اتجاه واحد. تمام. ننزل تاني بالكوباية التانية من الدقيق. ماشي. وبرضه هقلب كده المكونات واخلطها مع بعضها. انا عايزه الكيك بتاعي يكون كيك متجانس وناعم وجميل وزي الفل وكريمي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يبقى انا استخدمت قد ايه من الدقيق؟ كوبايتين اتنين مليانين، والكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق هي اللي عايرت بيها جميع المكونات. تمام. وهنا المحسن بتاعنا اللي هو الخل، خدت كده معلقه كبيره كده وشويه صغيرين، وقلبت المكونات بتاعتنا. بصي شوفي كده القوام بتاع الكيك جميل قوي. على فكره الكيكه دي من الكيكات اللي تحب تعمليها كل يوم بجد. لو جربتيها مرة هتعمليها كل يوم، هتعتمديها عندك على طول يوميا. هنجيب بقى القارب اللي انا هشتغل فيه، هكون دهناه كده بمادة دهنية، وهنزل بالخليط زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. شفتوا القوام قد ايه جميل؟ شفتوا اللون الكيك بتاعنا تحفة، حاجة كده ما شاء الله، كريمية وزي الفل. طبعا انا في الوقت ده مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. تمام. وهمسك بقى الصينية كده بالكيك واخبطها كده خبطتين زي اي كيك عادي خالص بنعمله. وهجيب برضو الخلة وهبدأ اعمل كده الشكل ده عشان اخرج اي هواء موجود في الكيك بتاعنا. تمام. وهاخده بقى كده وهدخله على الفرن في الرف الوسطاني. تمام، على درجة حرارة 180. وهتاخد معايا كده من 25 ل 30 دقيقة في الفرن. بس ما تفتحيش عليها الفرن الا لما تشمي الريحة بتاعتها كده طلعت وملت البيت والشارع كده ومش عايزة اقولك. خلاص. وبعد ما خدت الوقت بتاعنا كده في التسوية، طبعا قبل ما اطلعها من الفرن لازم اعمل لها اختبار بالخلة بتاعتنا. لو طلعت ناشفة خلاص اعرف ان الكيك بتاعي كده استوى وبقى مية مية. تمام. وبعد ما طلعتها من الفرن بسيبها كده تهدى شوية خالص، ما تقطعهاش وهي سخنة، سيبيها تبرد. وبعد كده قطعيها. شايفين قد ايه اللون والطعم بقى؟ مش عايزة اقولك. بص كده، والقوام بتاعها حلو قوي. وعايزة اقولك معلومة، ان قوام الكيك ده مش بيبقى زي قوام الكيك العادي. تمام. ده كيك بطاطا، فبيكون ايه؟ مش اسفنجي زي الكيك العادي. تمام. ولكن خفيفة، خفيفة برضو ما شاء الله عليها، وجميلة وبتدوب في البق بصراحة.
وحلوة قوي 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 بجد، وكمان ريحتها حلوة بجد والله العظيم، مش عايزة اقول لك كده، كانت مالية الشقة ما شاء الله، حاجة كده كل اللي داخل واللي خارج يقول فين الكيك فين الكيك. يلا ندوق بقى. شايفين ما شاء الله طعمه جميل قوي قوي بجد والله. جربوه، ها مش هتندموا. بصوا شايفين، شفتوا القوام بتاعها ما شاء الله زي الفل. شغلي فرنك كده بقى حبيبة قلبي، واعملي بقى كيكات كده وفرحي اولادك. والحقي البطاطا بسرعة، هي لسه موجودة في السوق متوفرة. وحطوا لايك بقى، وكمان ما تنسونيش في الكومنت الحلو كده المحفز منكم الحلو زيكم. وقولوا لي بقى من اي بلد بتتابعوني، يا احلى واغلى متابعين، واستودعكم الله حبايب قلبي.